وزي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات بتاع وادي دجله، ان في فرقه استخدمت نفس الخدعه بتاعه الركنيات وسجلت منها هدفين، واحد في الدوري وواحد في الكونفدراليه، والفريق ده هو الزمالك. فتعالوا اقول لكم ازاي سجلوا الهدفين. انت هتشوف دلوقتي عينك مع اللاعب اللي داير عليه. اللاعب ده هو ادم كايد. هو مش هيعمل اي حاجه، حتى ما هوش هيلتحم في الكرة. هو بس هو واقف عشان يسحب عين السردباك اللي ماسكه لقدام عشان يفضي مساحه لحسام عبد المجيد يطلع يركب فيها الكوره. والحركه دي بتسمى بالسكرين، ان هو بياخد عين المدافع بيحركه في حته بعيده عشان يخلق مساحه للاعب الجيد في ضربات الراس يطلع يركب الكره بكل اريحيه من غير ما حد يضايقه. لما تمشي الفيديو هتشوف ان ادم كاد ما عملش اي حاجه غير انه سحب اللعيبه معاه لقدام عشان حسام عبد المجيد يطلع في المساحه اللي اتخلقت يركب الكره ويخبطها بكل اريحيه من غير اي التحام، من غير اي تكاتف، ويحطها جون. وده كله بسبب المساحه اللي ادم خلقها له. وهنا هنيجي للهدف التاني في ماتش اوتوهو في الكونفدرالية. المرة دي ادم كان على الدكة، فبالتالي اللي هيطلع ياخد مكان دور ادم هيعمل السكرين، هيسحب عين المدافع، او لو هيلتحم هيحجز هيعمل البلوك، هو احمد فتوح. تعال نمشي الكرة ونشوف ايه اللي هيحصل. هتشوف ان فتوح اتحرك، قام واخد معاه المان اللي كان هيكتف حسام لما يطلع يركب الكرة. ففتوح خد عينه، عمل انه هيطلع يركب الكرة الجامب، بس فوتها لحسام عبد المجيد، طلع خبطها بكل اريحيه. نفس الفكره. طب ليه باقي الماتشات ما كملناش عليها؟ هنا بقى السؤال، لان باقي الماتشات عرضياتنا كانت لا حول لها ولا قوه، تنفيذ سيء.